سيرة الصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن وهيب القرشي الزهري، أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن أمهر الرماة في قريش. كان من العشرة المبشرين بالجنة، ومن أوائل من أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولد سعد في مكة المكرمة في أواخر عام الفيل تقريبا، أي في السنوات الأولى من القرن السادس الميلادي. كتابة تقديرية لأن المؤرخين لم يحددوا السنة بدقة. أسلم سعد وهو شاب في نحو 17 من عمره، وكان من أوائل من استجابوا للدعوة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، ولذلك يعد من أشهر رماة الإسلام. غزواته: شهد مع النبي بدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد الكبرى. كان له موقف بطولي في أحد حين كان النبي يناوله السهام ويقول: ارمي فداك أبي وأمي. قيادة معركة القادسية: اختاره الخليفة عمر بن الخطاب لقيادة الجيش الإسلامي في معركة القادسية ضد الإمبراطورية الفارسية، فانتهت المعركة بانتصار المسلمين وفتح المدائن عاصمة الفرس، وكان ذلك نقطة تحول كبرى في التاريخ الإسلامي. توليه إمارة الكوفة: ولاه عمر بن الخطاب إمارة الكوفة مدة من الزمن، وكان معروفا بالعدل والورع، ثم عزل لاحقا لسبب إداري لا يمس دينه ولا شرفه. وفاته: توفي سعد في العقيق قرب المدينة المنورة، وكان ذلك في السنة 55 للهجرة، وكان عمره نحو 75 سنة تقريبا، ودفن في البقيع، وهو آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة. ألقاب سعد بن أبي وقاص: 1. فارس الإسلام. 2. أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو لقب اشتهر به لأنه أول من أطلق سهما دفاعا عن الإسلام في بدايات الدعوة. 3. خال رسول الله. 4. من العشرة المبشرين بالجنة. 5. أسد القادسية.